ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ في البداية خلينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا النهاردة بقى يومنا مليان فيه سكين كير وفيه مفاجآت وحاجات كده. بس الغدا هيبقى بسيط جدا. أول حاجة كنت بعمل الفطار لي أنا وزوجي العزيز، فقلت بقى أكثر عن المعتاد وناكل بقى بالفين واللانشون والكلام ده، وأنا ما بجيبش اللانشون ده كتير على فكرة، عشان بس ما حدش يقول لي ده مضر وكده. لأ، فين وفين لما نجيبه، مش باطلبه منه أصلًا، يعني نادرًا لو جابه لوحده. تمام، فأنا مش باشتريه. ففطرنا كده وبعد كده ما كانش ورايا حاجة يعني النهارده أوي، يعني ما فيش غير مواعين. اليوم كله كان فاضي. بس كان في كنت باجهز للصفحة التانية، كنت باعمل فيديو كبير شوية. هابقى اسيب لكم اللينك تحت عشان تتفرجوا عليه. تمام، هو عجب ناس كتير فممكن يعجبكم انتوا كمان، فهسيب لكم اللينك تحت. المهم كنت بعمل الغدا وكان في مواعين كتير زي ما انتوا شايفين، رحت عملت المواعين بس ما شاركتهاش معاكم علشان اشمر وكده، عشان الكمام بتاعتي بتتبل كل مره بصور معاكم وانا بعمل مواعين، فالكمام بتتبل، فقلت خلاص بقى يعني اكت بقى الموضوع ده واعملها لوحدي. بس البوتاجاز لا، بس عملته برضو وصورته معاكم، بس هينزل الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس كده رحت عملت البانيه. كنت متبلاه من بدري، اللي هو بصلة وملح وفلفل وحبة خل، بس ما بحطش اكتر من كده، انا ما بفزلكش في الحاجات دي. الفراخ هتلاقوني بحط من كل الحاجات بتاعه التوابل، يعني من بيت او من قريب بحط في الفراخ عشان شوي بقى وحركات. بس البانيه لا، ما بحبش اكتر فيه، لان كمان الفيجيتار اللي احنا بنستخدمه يعني على طول ده بيبقى فيه توابل كتير. لو خدتوا بالكم اللي هو لونه اصفر من كتر الكاري اللي فيه، فانا مش بحط اكتر من كده. هو ملح وفلفل وشكرا على كده وبصلايه. ما بحبش اتعب نفسي. لا لا، هي بجد بتبقى حلوه كده. بس في ناس بقى بتزود حاجات بابريكا بقى وحركات وكده، لا ما بحبش. زمان كنا بنضيف عليها بقى طماطمايه، بس انا دلوقتي بطلت اعمل الحركه دي، ما بقتش احبها، حاسه ان هي ملهاش لازمه، يعني مش لازم. هي كفايه كده، يعني اللي هو مش هتكتري بقى في الحاجات وخلاص. بس فعملت البانيه وعملت المكرونه جنبها، وكنت مطلعه كيس صلصه كبير علشان اعمل كميه كبيره واخد اللي انا عايزاه. وبعدين بسيب في العلبة يعني بتاعت تبروير او حاجة نضيفة، يعني عشان ما تبص، بحطها في التلاجة. اي وقت عايزة اعمل مكرونة بتبقى الصلصة عندي جاهزة، وبعمل بقى اطلع مثلا حاجة متبلة كده كده في التلاجة فعلى طول. المهم بقى عملنا الغدا وكلنا. هم اصلا كانوا طالبين مني مكرونه سباجيتي، ديجا كانت طالبه مني بتقولي المكرونه اللي نعملها كده اهو، فقلت لها ماشي، فعملتها لها. وكمان كانت طالبه من باباها بروز وبرو. بصوا بقى، بصوا المفاجاه الكبرى. بصوا، انا كنت بحسبها دهب، العلبه دي دايما لما كنا بنتفرج على الفيديوهات بيبقى العلبه دي بتبقى دهب. بس بصوا بقى. انا فرحت قوي، بص هتلاقوني شدتها من ايده، وريني وريني ده بجد. انا فرحت مع ان عندي، بس فرحت بيهم برضو. هي الماتيريال بتاعتها طبعا مش واو، بس ناعمة يعني تمام. ماسكينها بقى البنات عمالين ماسكينها كل شويه بقى، ماما احط لك هنا، ماما اعمل لك هنا، طب انتي بقى حطي لي، طب انتي اعملي لي. يا ستي خلاص، يا ستي خنقتيني. حتى محمد جوزي عمال يقول لي هو انت مش عايزاهم؟ العيال عمالين يلعبوا بيها. قلت له سيبهم بقى، ما هم فرحانين بالحاجه، انا هنعمل ايه يعني؟ هم فرحانين بالحاجه شويه وهيسيبوها زي اللعب الكتير اللي عندهم. بيمسكوا برضو في الحاجه في الاول من فرحتهم بيها يومين وبتتركن، والله ساعات ما بتعديش يومين. يلا بقى ندخل لفقرة السكين كير. كنت حابة برضو اقول لكم البادي كير انا بعمله ازاي من الاول خالص، عشان الفيديو اللي نزلته، اول فيديو نزلته على القناة، كنت بقول لكم بس على التركية اللي هو تخلي رجلك ناعمة، بس ما قلتلكوش من البداية عشان ما كانش فيه وقت في الفيديو. بصوا بقى الحتة دي، احنا بنجيب مية سخنة طبعا على قد ما تقدري، يعني مش تولعي رجلك لا. انا هنا كنت حاطة مية فترة وبعد كده نزلت عليهم بمية الكتل اللي هي مية مغلية، عشان ازودها كده تدريجيا كده لغايه ما احس ان خلاص كده تمام، مش اكتر من كده. مش تبقى مولعه يعني. بس وكنت حاطه ليمونه، طبعا الليمون غني عن التعريف، اللي هو الترطيب جامد جدا. وهنحط حبه ملح والشاور، اي شاور عندك. وفي ناس بتحط خل كمان، بس انا خلاص حطيت ليمون يعني احنا هنخلل رجلينا. ولو حتى لو عندك قصدي ملح خشن، يا سلام بقى، يا سلام، يبقى جامد جدا. ممكن كمان بعد ما تطلعيها من المية هنا بعد ربع ساعة ولا حاجة او 10 دقايق، ممكن تعملي كمان سكراب، هيبقى جميل جدا جدا. وبعد كده تحطيه في الشراب زي ما قلت لك، حبة زيت وكده،
زي ما وريتك الفيديو اللي فات، هسيبلك برضو اللينك تحت لو انت ما شفتهوش. بجد هتخلي رجلك ناعمه يعني كام يوم قدام. لو انت فعلا بتلبسي بقى شباشب وبتمشي حافيه في البيت وكده، لا هتفرحي قوي بالموضوع ده. بس كده، اهم حاجه ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك. سلام.